السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مستمرين معكم من مخيمات الشمال السوري. نحن اليوم عند أحد العائلات مهجرين من الريف حمص الشمالي. الأخت أم محمد عندها طفل مريض وبدها تشرح لنا شوي عن حالة الطفل. تفضلي يا أخت محمد. عندي طفل مريض من يوم ولدته، هو مريض، عمره صار سنة، معاه شحوم بالدم، معاه حماض أنبوبي، معاه تقلص في الكليتين، معاه مشكلة بالكبد. يعني هاي التحية كلها تأله كتب المصاري، وهذا وضعه جليد بطن شحوم الدم. بناخده على الدكاترة قلنا ما له علاج هون، بده تركيا. تركيا احنا والله لازم ما عندنا مصروف نطلع على تركيا، يعني كل تحايله هاي بالمصاري. وصرنا هالسنة نعالج بيه وما حد قدم لنا أي شيء خالص، لا حليب ولا حفوضات ولا شيء، ولا حق مثلا التحاليل ولا بنوك. وبناشد أهل الخير، نحن ساكنين بمخيم، وضعنا والله العظيم يساوي خير. يعني مصروف ابني لحاله بده بالشهر بده أكثر من 100 دولار، بين تحاليل وبين حليب وبين حفوضات وبين علاج. ما بيجيكم مساعدات ما حد بيقدم لنا شيء خالص. يعني وضعنا خيم، جايين أول شيء يعني الشتوية، لا عنا صوبيا ولا عنا حطب ولا عنا شيء خاص، حتى بطاري ولا طاقة ما عنا. يعني مصروف ابننا لحاله كفاية، يعني كل الشهر أو 20 يوم ناخده على الدكتور كله. يعني هلا بيلزمكم مصروف انتم كل شهر للطفل شيء 100 دولار بس الطفل، 100 دولار أكل بس على الحليب يعني الدكتور معنا عن اكل لحتى يطيب لحتى يقدر يرجع. لما يطيب. يعني أي أكل بتضر بتساوي له أسباب مرض ثاني. يعني الحليب أهل الخير يشوفوا حال هالجماعة. الجماعة وضعهم كتير سيء، والطفل بيلزمه كل شهر شيء 100 دولار علاج تحاليل. والله يجزيكم خير يا رب ويبارك فيكم جميعا. Happy